أبونا الشيخ ابراهيم الكباشي ربنا سبحانه وتعالى خصه بخصوصيات. نعم. واحد أداه كن فيكون في لسانه. نعم. عبدي أقول للشيء كن فيكون، أعبدني أجعلك تقول للشيء كن فيكون، الحديث القدسي. نعم. فرب سبحانه وتعالى أعطى الشيخ أنه رب سبحانه وتعالى يستجيب دعوته على الفور. هو يعني الشيخ ذاته كن فيكون، ولا يسأل الله الذي بيده كن فيكون فيكون؟ يسأل الله الذي بيده يكون فيكون فيستجيبه عاجلا، لأنه أوعده إن الله لا يخلف الميعاد. أعبدني. نعم. أنا الله سبحانه وتعالى يقول لي شيء يكون فيكون. نعم. يقول كده في الحديث. نعم. عبد يعبد يجعل يقول لشيء يكون فيكون، وواضح في الحديث القدسي الشاهد ما زال عبدي يتقرب إلي إذا سألني أعطيته وإن عازني لأعيذنه كده. إذا ما ضعف الفريق من الناس هذا الحديث، على كل حال الحديث قدسي. لا نعم. طيب. لهم ما يشاءون عند ربهم آية محكمة. حتى كان قالوا الحديث نحن برضو الحجة عندنا موجودة. نعم. لهم ما يشاءون، هذه من محكمات آية القرآن العظيم. ومشيئة الله لا حدود لها. ومشيئة الله واختصاصه بالرحمة. نعم. يختص برحمته من يشاء يا مولانا. هذه يختص دي باب مفتوح. طيب. فربنا أعطى سيدي الشيخ ابراهيم الكباشي يكون فيكون في لسانه. طيب، عشان كده قام حصلت الكرامات. حصلت الكرامات، وربنا سبحانه وتعالى يعطي على يده الأبناء ويحل على يده المشاكل ويرقي به القوم وتفتح بصائرهم وهكذا. بس انت قول لنا الثلاثة كرامات اللي أوردتها في القصيدة دي. حقيقة بنت هارون دي قالوا أيوة. جات لها أبونا الشيخ ابراهيم الكباشي تطلب الذرية. طيب. فالشيخ نظر كده وقال لها أنا والله ما لقيت لك ذرية، لكن بس الله سبحانه وتعالى يديك إياها. فمس على جسمه وسأل الله سبحانه وتعالى فأعطاها ولد واحد. طيب. بنت هارون دي معروفة ومشهورة. نعم. وأكننا الداية هذه تلميذة لسيدنا الشيخ ابراهيم الكباشي. نعم. وذهبت لبدعة زرع، يعني دائرة تضع. أيوة. فجابوها لهذه البدعة عشان هي قابلة. فلما جاءت إلى البيت وأرادت أن تولد جاءها كديس طالع من البيت دي. من البيت. لطيف. استغاثت بسيدنا الشيخ ابراهيم الكباشي. فخرج الكديس هاربا وجاء شنو؟ الابن. سبحان الله.